اتصال مع عبد الله عبد الرحمن. حياك الله، تفضل اخوي عبد الله. الو، حياك الله، تفضل. يعطيك العافيه اخي محمد. يا مرحبا، حياك الله. يعطيك العافيه على البرنامج القيم هذا صراحه. الله يطول عمرك، تفضل. واحب احيي ضيوفك الاخ نواف الفزيع والاخ خالد الشطي. حياك الله. بس عندي مداخله سريعه اذا تسمح لي. تفضل. بناء على قاعده معروفه، لا احد يدافع عن من لا يحب. صحيح. بناء على هذه القاعده انا اوجه سؤالي للاستاذ خالد الشطي. يعني هو يدعي بانه لا يثير طائفيه ولا يدافع عن الطائفيه. لا نريد ان ندخل في مواضيع الطائفيه، الله يرضى عليك عبد الله. بس ثواني ما نطول انا، الله يخليك. تفضل. ثواني بس لان وبعطيه الاجابه، بعطيه حق الاجابه. يا ريت بس. تفضل. يا ريت لان السؤال صراحه يعني اتمنى تفضل اطرح السؤال. اوكي. كيف يدافع عن السيد المهري وهو المعروف باثاره الطائفيه في الكويت؟ اولا، ثانيا كيف يدافع عن ياسر حبيب وهو الذي افتعل الطائفيه بشتى كبائرها في الكويت، وهو الذي شتم الصحابه بشتى انواعهم؟ كيف يدافع عن هؤلاء وهو يدعي في نفس الوقت انه لا يثير الطائفيه ولا يحب الطائفيه؟ فهو يحب هؤلاء الاشخاص، فلا رجاء لا احد يجامل في الان. وضح سؤالك استاذ عبد الله عبد الرحمن. عندك سؤال اخر؟ بس شاكر لك استاذ محمد. شكرا لك اخوي عبد الله، شكرا لك. اتصال هاتفي ثالث من سالم ربيع. حياك الله اخوي سالم. اخوي سالم تفضل. يعطيك العافيه اخوي محمد. حياك الله، تفضل. احييك واحيي ضيوفك. حياك الله. طال عمرك مداخلتي من نقطتين، بس النقطه الاولى بالنسبه حق الحصانه البرلمانيه. الحين احنا اللي نعرفه ان ال50 نائب اللي موجودين اللي قاعد يتابع جلسات مجلس الامه كلهم قاعد يقولون القضاء هو الملاذ الامن والحصن الحصين ومن هالسوالف هذه. صحيح. ولما تجي اي قضيه ضد اي نائب قالوا نظرا لوجود الكيديه يبقى خلاص ما نرفع الحصانه عن النائب، وقاعد لان هذا يصير تداخل سلطات يعني. هذه نقطة. جميل، نقطة جديرة بالاهتمام. والنقطة الثانية طال عمرك، النقطة الثانية طال عمرك بس بالنسبة لسؤالك للأخ خالد الشطي، أنت ذكرت على قولتك سيء ذكر ياسر حبيب. بعد ودنا نفس الموضوع يا جماعة، حاولوا نطلع عن الموضوع هذا، موضوع الوطني. أنا طرح عليه الأخ عبد الله عبد الرحمن وراح أطرح عليه السؤال وراح يجاوبه. عندك أي شيء آخر إضافة يعني؟ أنا أقصد أن هالرجل هذا تهجم على الصحابة، قاعد يتهجم على السلطة عندنا هنا. طيب وضح السؤال. أنا سألت أيضا سأل الأخ. قاعد يدافع عن هذا الشخص هذا يعني. جميل، شكرا لك. شكرا لك أستاذ سالم ربيع. بعودك على هالجزئية هذه. عندنا تعليق بعد. بعطيك تعليق. 4 اتصالات برد عليهم. خلينا نتكلم اول شيء عن موضوع ياسر الحبيب اللي شتم الصحابه وكذا، وانك دافعت عنه. خلني اجيك على بدايه. لا خلينا في الجزئيه هذه استاذ. بالنسبه حق قضيه ياسر الحبيب، انا اتشرف باني ادافع عن الحريات. طيب هذه مساله. تكلم بسرعه، انت تتكلم عن اتشرف باني ادافع عن الحريات. المساله الاخرى، حتى لو كانت الحريات في الاضرار بمعتقدات الاخرين. يا عزيزي الدستور الكويتي يقول حق الدفاع مكفول. شتم الصحابة، يعني تتشرف بالدفاع عنه؟ لماذا هذا السؤال لم يوجه في قضايا أخرى؟ يا أخي انقتل خيرة شباب الكويت وخيرة شباب الدولة. معني في هذا الموضوع طرحنا عليه السؤال. أسود الجزيرة. ايه؟ زين، ما في أحد أشوف توجه له هذا الهيجان. لو كان محامي اسود الجزيره موجودين طرحنا عليهم سؤال اخوي خالد. ما عندنا ابدا اي محاباه لاحد عن اخر. ثقافه مجتمع. طيب انا اقصد ثقافه. طيب هذا السؤال انت اجبت عليه ان انت تتشرف بالدفاع عن حريه الراي، واعتبرت حريه الراي حتى لو كان فيها البعض يراها طعن في المعتقدات. خلينا نشوف الجزئيه اللي وراها. المساله الاخرى نعم اللي يجب ان نوضحها، ان احيانا انا ادافع عن فكره قالها ياسر الحبيب. انا دوري كان في المحكمة مو أدافع عما قال ياسر، أنا أدافع عن شخص هذا الرجل. أدافع لأن الدستور الكويتي كفل الحق بأن يوكل محامي. طيب. أما هذه المسألة هذه